الحرية هي انك تكون مكروه. الكاتب اللي هو ايشيرو كيشيمي بيقولك ان احنا عندنا رغبة كونية ان احنا نكون محبوبين، وان محدش يكرهنا، وده بيدفعنا ان احنا نعمل حاجات كتير جدا لمجرد ان احنا بس نسعد الناس او نرضيهم. هو بيقولك براحتك، انت عايز تعيش كده ماشي، بس ما ترجعش تقولي بقى السعادة وان انا عايز يبقى عندي حرية او كده. لا، انسى الحاجات دي خالص، عمرك ما هتشوفها، لان انت ما دفعتش تمن الحرية، وهو انك تكون مكروه. ايوه، الكاتب بيقول لنا ان تمن الحرية انك تكون حاسس انك حر هو انك تتكره. وهو قصده هنا مش انك تعمل حاجات تخلي الناس تكرهك، لا، انك تقبل الحقيقة اللي بتقول ان كده كده انت هتتكره، كده كده في ناس كرهاك لازم. فطالما في حاجة كده كده لازم اوريدي موجودة في حياتنا، احنا بنجري منها ليه؟ ما نقبل الحقيقة ديت ونستوعبها ونحس بالألم بتاعها ونكون واعيين بيه، وبالتالي نحس بالحرية اللي هتنتج عن اننا فعلا مش فارق معانا كلام حد، ومش فارق معانا رد فعل الناس او كره الناس لينا. سواء انا حابب اعمل الحاجة دي هعملها، مش حابب اعملها وشايف انها غلط عمري ما هعملها. الدرس التاني هو انك تخليك في حالك من الاخر، بس طبعا الموضوع مش بالسطحية دي في الكتاب. انك تبقى عارف الفعل ده مهمتك انت ولا مهمة حد تاني انه يعمله. هو مش المفروض انه يعمل كده، لا دي بتتصرف بالطريقة غلط اللي هم بيعملوه ده. انت مالك وانت مالك، خليكي في حالك. بس طبعا انا بقرب الموضوع جدا، موضوع تاني مش بالتفاهة اللي انا بتكلم بيها دي ومش بالسطحية دي. الكاتب بيوصلك ان فعلا سبب كبير جدا لتعاستك في الحياة هو انك سايب مهامك، سايب ورقة امتحانك، وعمال تقول للناس اللي حواليك على فكرة انت المفروض تحل السؤال ده بالطريقة دي، انت على فكرة لا غلطانة، بتحلي غلط، وانت ورقتك فاضية، المهمة بتاعتك انت عملتش فيها حاجة. هتاخد كام؟ 0. فالكاتب بيقولك واجه مهامك انت، مالكش دعوه بمهمه حد تاني. نيجي بقى للنقطه الثالثه او القلم الثالث، والنقطه دي هي اكبر كذبه في التاريخ او اعظم كذبه في الحياه، انك ما تكونش عايش في اللحظه اللي انت فيها دلوقتي لاي سبب كان. الموضوع مش بالبساطه اللي انا بتكلم بيها. طبعا الكتاب بياخدك في مرحله اعمق واعمق واعمق من الفهم، احنا بس بندردش هنا. الكاتب بيقولك ان احنا عندنا تصور وهمي خاطئ ان الحياة عبارة عن خط واحد مستقيم. فطالما الحياة عبارة عن خط مستقيم، يبقى اذا الماضي موجود والحاضر موجود والمستقبل موجود. هتقول لي ايوه ما هم موجودين. هقول لك لا، ما هو ده القلم الثالث، ان الكاتب هيقنعك ان الخط الكبير ده لو دققنا فيه جامد هنلاقيه عبارة عن نقط صغيرة جدا جنب بعضيها، والنقط دي بتمثل اللحظات اللي احنا بنعيشها لحظة ورا لحظة ورا لحظة. وانا شايف ان كان في تعبير ادق شوية، هو ان النقط دي مش نقط كتير ولا حاجة، مش لحظات كتير ولا حاجة، هي نقطة واحدة مستمرة لا تنتهي. يعني خليني استعير التشبيه بتاع إيكارت تولي مؤلف كتاب The Power of Now. إيكارت تولي ده بيقول لك ايه في محاضرة من محاضراته؟ ما بين هنا وهنا الحياة وقفت. يعني هل في انفصال ما بين اللحظة دي واللحظة دي، ولا هي مستمرة كده كأنها موجة؟ بالظبط. والكاتب بيقترح عليك وعليا وعلينا كلنا في النقطة دي إننا نعيش الحياة كأنها رقصة. هو بيشبه الحياة كأنها رقصة. انت عشان ترقص أي نوع من أنواع الرقص لازم تسيب نفسك خالص للحركة، ومش بتشغل بالك بأي نتيجة، انت عايش الفعل بس. فالكاتب بيقولك ان في الحياة مفيش غير الفعل. ليه اسيب اللحظة اللي ممكن تحصل فيها كل حاجة واحس بكل حاجة دلوقتي واقول لا، مش عايز دي، عايز يبقى في كذا ويبقى عندي عدد مشتركين كذا، ساعتها احس ان انا يوتيوبر جامد. ليه نسيب الحياة ونروح في حتة تانية ما فيهاش حياة، لا هي خيالنا او مفاهيمنا او احلامنا او طموحاتنا؟ ما الحياة هنا، كون اللي انت عايز تكونه دلوقتي لو حد ماسكك. فالكاتب بيقولك ان ليه تقول انا هدفي ان انا اوصل لاعلى نقطة في القمة في الجبل، هو ده هدفي، محققتوش خلاص يبقى انا فشلت. ده عبط. حتى لو نجحت وصلت لاعلى النقطة دي، اعلى الجبل، ونجحت، ها وبعدين ولا حاجة. تعودت عقلك، برمجت عقلك انك
عايز الحاجة الكبيرة، ماشي انت نجحت وعظيم جدا، بعد كده هتحس انك مبسوط؟ ما افتكرش. فليه ما تخليش ان الهدف بتاعك يكون التسلق نفسه، الفعل نفسه؟ ساعتها اول ما تحط رجلك انت اوريدي نجحت، لان انت حققت الهدف، لان الهدف انت عامله في الفعل. انت حالا وانت بتسمعني انا دلوقتي انا كده محقق هدفي، ما انا عاوز ايه تاني؟ انا بشاركك افكاري وهو ده الهدف واديني حققته خلاص. مش بسعى لحاجة، لا انا حاسس بالنتيجة دلوقتي، انا متكيف النهاردة دلوقتي، الفعل اتعمل دلوقتي. لكن لو سعيت ان اقول ياه لو القناة بقى فيها 100 مليون مشترك ساعتها هبقى مبسوط، فعيش طول عمري مستني. النقطة الرابعة او الدرس الرابع والاخير هو the courage to be normal، يعني الشجاعة انك تكون عادي. برضو كان قلم جامد جدا ومحترم، بس الصراحة ما أثرش فيا جامد، لان انا كنت واخده في كتاب The Subtle Art of Not Giving a F Word، اللي هو بتاع فن اللامبالاة بتاع مارك مانسون. اكيد برضو عارف الكتاب ده مشهور جدا. الكاتب هنا بيقول لنا ان احنا عندنا رغبة كونية ان احنا نكون مميزين. انا اعظم حد او عايز اكون عظيم، انا مش مرتاح دلوقتي، انا كده شخص عادي زي بقية الناس، انا مش حابب الموضوع ده، عايز ابقى عظيم، عايز احقق حاجة عظيمة. وبيقول لك برضو خلي بالك ان الرغبة دي للتميز او انك تكون حد مفيش زيك او مختلف، لو ما جاتش معاك بحاجة حلوة انك تكون مميز بطريقة ايجابية، يعني حد كويس، هتكون برضو عايز تكون مميز بس بشكل سلبي. انا طالما مش عارف اكون شخص ناجح، فبالتالي الناس تشاور عليا واكون الشخص المميز غير الباقي، هكون اكتر واحد ضحية، اكتر واحد الدنيا جاية عليه. عمرك سمعت قبل كده اتنين بيكلموا بعض والاتنين بينافسوا بعضيهم مين فيهم عنده مشاكل اكتر من التاني؟ دي بقى مشاكلك، خلينا انا اقول لك بقى ايه اللي عندي، وتحس كده كأن في نزاع او في منافسة مين فيهم بيعاني اكتر. هو ده الرغبة في التميز اللي انا بقولك عليها، انا عايز ابقى احسن منك حتى لو انا بعاني اكتر منك. لما تقبل ذاتك زي ما هي، هو بيعلمك ازاي تعمل كده، لما تقبل انك تكون عادي، ساعتها وجهة نظرك للحياة بتختلف، بتكون في عيون الناس كلها شخص مميز. يعني تخليك عن رغبتك انك تكون مميز، ده بيخليك مميز. ساعة ما تكون مش محتاج انك تكون مختلف، ساعتها هتبقى مختلف. كتاب عظيم، كتاب عظيم جدا جدا يا جدعان. وانا اهتميت قوي ان انا لو هتكلم عن كتاب يعني ما اتكلمش عن كل الكتب اللي مهروسة واللي موجودة في كل حتة. الكتاب ده صعب اصلا تلاقيه مترجم، من اعظم الكتب في علم النفس، The Courage to be Disliked. فلو عجبتك الفكرة تشرفني باشتراكك في القناة، وقول لي لو في كتب تانية انت تعرفها حابب نتكلم فيها نتناقش، يا ريت. بشكرك جدا لو كنت عملت لايك، انا نفسي بس الناس دي تعمل لي كومنت عشان اعرف اشكرها بشكل شخصي. واشوفك في الفيديو اللي جاي. بس قبل ما اسيبك ثواني، انت ممكن تفكر ان انا الله ده كتاب حلو وانا بحب القرايه هروح احمل الكتاب PDF كده. انت شكلك ما شفتش الفيديو بتاع القرصنه اللي فات، فانت كده محتاج تشوفه عشان تبطل تعمل الموضوع ده. اشوفك هناك، اتفضل.